حلاوته يا حلاوته يا جماله. ابتدي التوليفه ب 100 جرام من البن الكولومبي، واحد من احلى انواع البن في القهوه. 75 جرام من واحد من احسن انواع البن وهو البن البرازيلي. خش في اي خلطه ما بيزعلش حد بصراحه، كريمي جدا ومرارته قليله. خش يعدل لك في الخلطه، هيظبط لك وشها، هيظبط لك القوام بتاعها، يعلي لك من نسبه كافيينها. هو الاندونيسي، فهناخد 75 جرام من البن الاندونيسي، وكده احنا كملنا الربع كيلو بتاعك. بقى اديلها حوالي كده ايه 10 جرام 15 جرام من الجينسنج. اديها جينسنج على قد بس ما فلوسك تجيب، فاهم؟ هيروق على الرجاله كده ويديها طاقه كبار. خد لها برضك وانت واقف كده 2 جوز الطيب حلوين كده، نقيهم بس حلوين ما يكونوش ضاربين من جوه. ونقلب الكلام ده وتعالى نروح نعمل منها فنجان. وانا بصراحه مفرهد، فتعالى اما نعمل فنجان بعد ما نطحن. لاحلى اخواتي الجيماويه بجد، خطيره مش طبيعيه. كفايه ريحتها، طعم الجينسنج جايبه طاغي شويه، بس هيديك طاقه وبار كده، خليك تاكل الحديد. ما تنساش لو انت ما تعرفنيش، انا على فوده بعرفك كل حاجه عن